عملنا استكشاف من يوم اللي تم الاستكشاف يطب معناها الشريك اللي تاب والشريك الاجنبي يطلبوا ما يسمى امتياز استغلال. الامتياز هذا من نهار اللي المؤسسه تقرر باش تدخل تولي تساهم معاه في مصاريف التطوير والاستغلال، ونهار اللي يدخل في الانتاج تولي ترجع مصاريف الاستكشاف اللي صرفها هو وحده. هذه هي المنظومه كيفاش تكون، معناها المؤسسه التونسيه ما تدخلش في المخاطره بتاتا، تدخل اليوم بنسبه 50%. يبيعوا النفط وقت اللي يلقاوه، تبيعوا الشركه الاجنبيه والا تبيعوا لتاب الشركه التونسيه النفط اللي يتم انتاجه كاش نعطيك كميات. معناها اول حاجه باش نحدوا الدوله التونسيه شنو تاخذ من النفط اللي ننتجوا فيه، تاخذ اللي نسميوها احنا الاتاوه رودوفونس. الرودوفونس هذه تبدا من 2% وتوصل ل 15%. من بعد الدوله التونسيه تشري بثمن تفاضلي 20% من الانتاج. هذا الثمن التفاضلي معناه هو بسعر العالمي ناقص 10%. ومن بعد المؤسسه التونسيه تدخل تاخذ باهي 50% نتاعها. حصه الدوله من اتاوه ومن هذه ال 20% الموجهه للسوق المحليه وحصه ليتاب تتكفل تبيع فيهم ليتاب. هذا حصته هو يبيعها، معناها الشريك الاجنبي يبيع حصه هو يبيعها. كيفاش يتم البيوع؟ هذا المهم جدا. في تونس شنو عندنا احنا كيفاش نصدروا فيه البترول؟ عندنا من 3 اماكن. عندنا في الصخيره عندنا طاقات خزن نتاع شركه تونسيه اسمها طرابلس، نخزنوا فيها النفط اللي متاتي الكل من الجنوب الكل يتخزن غادي. وعندنا اشتارت اللي هو في البحر موجود، معناها الابار نتاعو، فما موجود باخره اللي نخزن فيها النفط. وفما في جرزيس حقل صغير، هذا من اللي نصدروا منها من النفط. في الاماكن هذه الكل ما يخرجش حتى برميل الا بوجود الديوانه. حتى برميل ما يخرج الا ما تكون الديوانه موجوده، وهي اللي تحل اللي عندنا معناها لي باك دو ستوكاج موجودين، الديوانه هي تحل وهي تسكر. راهو هذا اذا كان فما انسان واحد اخر يقول لك غير الكلام هذا ماذا بيا يعطيني. باش نرجع لك سي محمد. تقريبا سي محمد باش نفسروا وقت اللي حق البترول تدخل فيه ليتاب، ثم زاد الفيسكاليتي، ثم الفيسك الشركات باش نكملها تقريبا باش ما نصعبوش. تقريبا 80% يرجع لتونس و20% يرجع بعد ما حست المؤسسه، خاطر هي المؤسسه ليتاب هي محسوب كشريك، راه تولي هي المؤسسه تدفع الاداء على المرابيح، والشريك الاجنبي يبيع النفط نتاعه ويدفع الاداء على المرابيح. كان نجمع هذه الاتاوه والسوق المحليه وحصه ليتاب والاداءات، وهذا التمرين معناها الاكزرسيس تعمل في 2012 وتو قعدنا نعملوا فيه 2013. 79% من مداخيل النفط 79% راجع للدوله التونسيه. المستثمر الاجنبي اللي جاء وخاطر ياخذ 21%. سي رياض المؤخر.